كالعادة باش نخليكم تختاروا بين حاجتين بعاد على بعضهم لأقصى درجة، انك تكون في علاقة مع شخص عمره ما يطلب السماح، او انك تكون في علاقة مع شخص يطلب السماح اكثر من اللازم. نبداو بميزات انك تكون مع شخص يطلب السماح اكثر من اللازم. اهم حاجة هي عدم الغضب والتوتر، والناس الكل نعرفوا قديش هتغشش وقديش توتر الاعصاب انه يكون شخص غلط وما يطلبش السماح. حل الخلافات باش يكون اسهل برشا، خاصة اذا كان الطرف الاخر غلط باش يطلب السماح وتوفى الحكاية. هي ماهيش قاعدة، لكن يطلب السماح أكثر عادة يكون يقدر العلاقة أكثر وخايف على العلاقة أكثر، هذاك علاش هو يتصرف بالطريقة هذيك. بحكم أنه الاعتراف بالغلط موجود والاعتذار موجود، في هذه حاجة تبني التسامح المتبادل بين الزوز أطراف. التعامل يكون مرن أكثر، خاطر الناس الكل نعرفوا أنه الأشخاص اللي عمرهم ما يطلبوا السماح التعامل معاهم صعيب شوية. نجيو توا الميزات انك تكون مع شخص عمره ما يطلب السماح. اهم حاجه هي التواصل الصريح داخل العلاقه، على خاطر في بلاصه ما يطلب السماح جست باش يقص الحكايه، باش يفسر لك وباش يتواصل معاك بصراحه، حتى اذا كان الصراحه هذيك ما تكونش على هواك. العباد اللي تطلب السماح اكثر من اللازم باش يطلبوا السماح وقت اللي هما غالطين، وقت اللي هما مش غالطين، وقت اللي عاجبهم الحال، وقت اللي مش عاجبهم الحال. هذاك علاش اللي عمره ما يطلب السماح على الاقل تكون مواقف نتاعو واضحه، شنو يحب وشنو ما يحبش. ميزه اخرى هي عدم الاحساس بالذنب، على خاطر يطلب السماح ديما باش تلقاه يطلب السماح حتى اذا كان هو غلط، وانت من بعد تنجم تفيق بروحك اللي انت ظلمته وتحس بالذنب، حاجه ماهيش موجوده مع شخص عمره ما يطلب السماح. التواصل باش يكون اكثر جديه، على خاطر باش يحكي معاك ومش باش يطلب السماح جوست باش يقص الحكايه، ونوعا ما ياخذ قد عقلك. نعرف اللي الزوز حاجتين خايبين، واحسن حاجه هي الاعتدال، لكن في الحاله هذه شنو تختار؟